سلام عليكم. يومكم مزقطط. المكان كوكب الأرض. الزمان من 201 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ هل سجل الحفريات هو مجرد كتاب تاريخ قديم ولا رسالة مشفرة من الماضي؟ الاحتباس الحراري القديم هل هو اللي فتح الباب للتنوع البيولوجي ولا كان مجرد كارثة دافية؟ الأركيوبتريكس طائر ولا ديناصور متنكر؟ هل الجوراسيك ماملز كانوا فعلا ثدييات ولا مجرد تجارب أولية في معمل الحياة؟ ولما نقول التطور التدريجي هل بنتكلم عن خطة محسوبة خلقت التنوع البيولوجي ولا فوضى منظمة خلت كائنات ما قبل التاريخ تطلع عباقرة بالصدفة؟ وفي سباق التسلح التطوري مين اللي سبق؟ السمع الحاد ولا الريش ولا المخ اللي بيخطط في الضلمة؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي لكم. زمان لما كانت الأرض نفسها بتتحرك، مش زلازل مش براكين، لكن القارات بالكامل كانت بتتزحلق بهدوء فوق طبقة لازقة من باطن الكوكب بتتحرك مسافات ضخمة خلال ملايين السنين. خلال الفترة الجوراسية القارة العظمى بانجيا بدأت تتفك، ومع تفككها بدأت تظهر المحيطات اللي نعرفها النهاردة زي المحيط الأطلنطي. لكن مش بس شكل الأرض اللي اتغير، حركة القارات غيرت شكل الحياة نفسها، والكائنات كانت قدام خيارين، يا تهاجر يا تنقرض. في أنواع انتقلت مع قاراتها الجديدة، وفي أنواع اضطرت تواجه بيئات مختلفة، وده كان بيؤدي اما لتكيف ناجح او نهايه حزينه. الديناصورات اللي عاشت في افريقيا وامريكا الجنوبيه بداوا يبقوا مختلفين تدريجيا، والزواحف البحريه فضلت تهاجر عبر الممرات البحريه الجديده، وفي منها اللي استقر في بيئات محصوره، وده ادى لتطورها بطرق فريده. وحركه القارات اثرت كمان على الجو، وغيرت في التيارات البحريه اللي بتحدد درجات الحراره والموارد الغذائيه. يعني ببساطه لو كائن كان عايش في بيئه معينه ممكن يلاقي نفسه في بيئه مختلفه تماما بعد ملايين السنين. والتنوع بدأ ياخد شكل جديد لأن الانفصال الجغرافي خلق ظروف جديدة، بدأت تظهر أنواع منفصلة عن أسلافها، وبدأت الحياة تتفرع، ودي كانت بداية التنوع الجغرافي اللي احنا شايفينه في الحياة على الأرض لحد النهاردة. وده ياخدنا لسؤال مهم، وسط الديناصورات العملاقة والزواحف البحرية هل كان في مخلوقات صغيرة بتتحرك بهدوء، بتاكل، بتتأقلم، وبتحضر للحظة تاريخية؟ الإجابة الثدييات الجوراسية. إزاي عاشوا في ظل الديناصورات؟ وإزاي نجحوا في البقاء وسط وحوش ضخمة؟ وسط زئير الديناصورات وانفجارات البراكين وتغير شكل الأرض كان في مخلوقات صغيرة جدا يمكن ما كانش حد ملاحظها، لكنها كانت هناك بتعيش وبتتأقلم وبتكتب بداية قصة تانية خالص. مش كل اللي عاش في الفترة الجوراسية كان ضخم. الثدييات الأولى اللي ظهرت خلال الفترة دي كانت صغيرة جدا، في منها اللي ما كانش أكبر من فار، لكن كانوا مميزين مش في الحجم إنما في الذكاء والسلوك والتكيف. طيب إيه اللي كان بيميزهم؟ كان عندهم دم دافي، فده سمح لهم يعيشوا في بيئات مختلفة، وفرو خفيف حافظ على حرارة جسمهم، وقدراتهم الحسية كانت قوية زي السمع والشم، وده ساعدهم يتجنبوا الديناصورات ويتصرفوا بسرعة. من الآخر التكيف هو البطل الحقيقي. ومع تغير شكل القارات والمناخ والغابات الثدييات الجوراسية بدأت تتنوع في طرق غذائها، فيه اللي كان بياكل حشرات، وفيه اللي بدأ يجرب البذور أو النباتات، وتنوعهم كان أكبر من اللي ممكن تتخيلوه. في منهم كان بيتسلق الأشجار، وفي منهم كان شبه الحفارين عايش تحت الأرض، ومنهم اللي بدأ يطور قدرات تساعده على إنه يعيش في الضلمة. يعني رغم ان الديناصورات كانت الابطال الزهرة، الثدييات كانوا عايشين في الخلفية، بيتعلموا من كل حاجة حواليهم وبيجهزوا نفسهم للمستقبل. لكن في علماء بيعتقدوا اننا بنبالغ شوية في تقييم دور الثدييات خلال الفترة الجوراسية، بيقولوا ان اغلب الانواع كانت بدائية جدا، وانها ما كانتش بالمرونة او الذكاء اللي بنصوره لكم. حتى لو كان عندهم قدرات حسية او فرو، ده مش بالضرورة يخليهم مميزين وسط عالم ضخم زي ده. لكن كمان في جدل اعمق من كده، في باحثين بيشككوا اصلا في تصنيف الثدييات دي، هل فعلا كانت ثدييات حقيقية ولا كانت مجرد كائنات شبه ثديية زي السينابسيدز او الماماليا فورمز، واللي عندها بعض صفات الثدييات لكن ما وصلوش للتصنيف الكامل. الموضوع هنا مش مجرد اسم، في خلاف حوالين شكل الفك وتركيب الاذن الوسطى، وحتى هل كانت بترضع صغارها فعلا زي ما بنشوف في الثدييات الحديثة ولا لا. في حفريات زي الميركانوكودون والهادروكوديوم في علماء بيعتبروها اول الثدييات الحقيقيه، وفي غيرهم شايفين انها كانت مرشحه لده لكن ما استحقتهوش فعليا. يعني باختصار لسه ما فيش اجماع واضح هل الثدييات الجوراسيه كانت جزء من مشهد المستقبل ولا كانت مجرد فرع جانبي انقرض وساب مكانه لغيره. ولو كانت الثدييات وقتها اذكى، ليه ما كانوش هم اللي مسيطرين على الارض؟ ليه الديناصورات كانت هي اللي مهيمنه؟ تعالوا ندخل قلب المعركة، مش بين حضارات لكن بين مخلوقات حكمت الأرض وسيطرت على كل بيئة فيها، سواء كانت برية، جبلية، أو حتى ساحلية. في الفترة الجوراسية الديناصورات وصلت لأقصى درجات التنوع، كان في مفترسين ضخام بيسيطروا على السلاسل الغذائية، وفي المقابل عواشب عملاقة بتمشي في جماعات بأعداد مرعبة. تخيلوا ديناصور زي الأليوسور، أسنانه منشرية وراسه كبيرة بشكل يخلي أي فريسة تعيد التفكير في حياتها،
هجومه ما كانش عشوائي، ده كان فيه ذكاء وتكتيك، وكان بيتحرك بسرعه رغم حجمه الضخم. اما العواشب فكانت عقولهم على قدهم، زي الديبلودوكس بطول اتوبيس مدرسه ورقبه واصله للسحاب، او الاستيجيوسور بدروع ظهريه شائكه ودم بيستخدمه كسلاح دفاعي. لكن المدهش ان كتير من العواشب طوروا سلوكيات جماعيه تحميهم، زي انهم يتحركوا في قطيع او يربوا صغارهم وسطيهم. لكن كل تطور حصل في المفترس كان بيواجهه تطور موازي في الضحيه. اسنان اقوى يقابلها دروع اسمك، مخالب اشرس يقابلها سرعه هروب اعلى. كانها لعبه شطرنج لكن على ارض مليانه حمم بركانيه وغابات كثيفه وزعيق ديناصورات بيملى السماء. لكن خلونا نقف هنا لحظه، في مجموعه من الديناصورات المفترسه كانت مختلفه شويه، خفاف سريعين عندهم ريش وكان عندهم حركه فيها مرونه اكتر من غيرهم. هل ممكن يكونوا اقرب لطيور النهارده؟ وهل الطيور فعلا احفاد الديناصورات؟ يا ترى لما تشوفوا طاير بيطير في السماء عمركم فكرتوا ان اجداده كانوا بيزقروا مش بيزقزقوا؟ علماء الحفريات من زمان كانوا بيفصلوا تماما بين الديناصورات والطيور، بس الحفريات الجديده خصوصا من الفتره الجوراسيه قدمت ادله بتهز الفرضيات القديمه من جذورها. ديناصورات زي الفلاس رابتور والترودون كانت بتمشي على رجلين وعندها مخالب معكوفه وجسم مغطى بريش بدائي. مش بس كده، في منها اللي كان عنده تجاويف عظميه خفيفه وحتى تراكيب في الحوض والصدر شبيهه جدا باللي موجوده عند الطيور الحاليه. والخصائص المشتركه مش صدفه، بيض ملون بيتحط في اعشاش، رعايه للصغار بعد الفأس، ريش مش للتدفئه بس انما كمان للطيران. كل ده بيقرب المسافه بين الطيور والثيروبودات لدرجه ان في علماء بيعتبروهم فرع واحد في نفس الشجره. بس السؤال اللي لسه متعلق، هل فعلا الطيور اتطورت من الثيروبودات ولا هما بيشاركوا سلف مشترك اقدم من كده؟ الاجابات مش بسيطه، بس في مخلوق واحد حسم جزء كبير من الجدل. لو شفتوا مخلوق بريش وليه جناحين واسنان ومخالب وديل طويل، هل هتقولوا عليه طاير ولا هتقولوا عليه ديناصور؟ ولا هتحتاروا وتقولوا احنا مش فاهمين حاجه؟ الاركيوبتريكس ظهر من حوالي 150 مليون سنه، وحفريه واحده منه قلبت موازين كتير من النظريات. الكائن ده كان بحجم غراب تقريبا، ريشه حقيقي وجناحاته مميزه، لكن في نفس الوقت كان عنده صف اسنان حاده ومخالب في الاجنحه وديل عظمي طويل. يعني كان بيجمع بين صفات الطيور والديناصورات في جسم واحد. ومش بس شكله غريب، تحركاته اغرب. في دراسات بتقول انه كان يقدر يطير، بس مش زي الطيور اللي نعرفها النهارده. اجنحته كانت اقرب للطيران الانزلاقي، وكان غالبا بينط من شجره للتانيه او يطير لمسافات قصيره. وده بيخلي العلماء يسالوكم معانا، هل الاركيوبتريكس اول طائر حقيقي ولا مجرد مرحله انتقاليه على طريق تطور الطيور، ولا نوع خاص جدا لا هو كده ولا كده؟ سواء اعتبرتوه طائر او ديناصور، الاركيوبتريكس بيأكد ان الطيور ما ظهرتش فجأة، دي كانت نتاج تطور تدريجي طويل بدأ من الديناصورات الثيروبودية وتشكل بفعل التغييرات البيئية والضغوطات الطبيعية اللي فرضتها الفترة الجوراسية. وبما اننا جبنا سيرة البيئة، لو قلنا ان شكل الحياة اللي حوالينا دلوقتي من اصغر زهرة لحد اشرس مفترس، جزء كبير منه مرسوم بريشة بيئية عمرها 150 مليون سنة، هتصدقوا ان القديم هو السبب في الجديد؟ البيئة الجوراسية ما كانتش مجرد مرحلة وسط، دي كانت معمل تجارب طبيعي. المناخ كان دافي والغلاف الجوي غني بالاكسجين ومستوى البحر كان عالي، وكل ده خلق بيئات متنوعة جدا من الغابات الصنوبرية الكثيفة للبحار اللي كانت مليانة شعاب مرجانية وكائنات بحرية. والتنوع ده هو اللي فتح المجال لتجارب تطورية جديدة. الكائنات بدأت تكتشف طرق جديدة للحياة، منها اللي عاش ومنها اللي فشل، بس التجربة نفسها فضلت مؤثرة لحد دلوقتي، لأن اللي بدأ في الجراسي كمل معانا. الطيور مثلا بدايتها الأولى كانت في الفترة الجراسية، والنهارده بقينا بنشوف آلاف الأنواع منها بتملى الأرض والسماء. والنباتات الزهرية اللي ابتدت كأنواع بدائية جدا بقت النهارده الأساس لمعظم الأنظمة البيئية الحديثة. وحتى الثدييات رغم إن دورها ما كانش كبير وقتها، بس الظروف الجراسية هي اللي ساعدت على بقاء أنواع صغيرة قدرت تتطور بعد كده. وده مش بس كان تطور، ده كمان ترابط بيئي. البيئة الجراسية علمتنا إن كل عنصر من الحمم البركانية للغلاف الجوي ومن الغابات للسواحل ليه دور في تشكيل شبكة الحياة. واللي بنشوفه دلوقتي من توازن بيئي ما هو إلا نسخة محدثة من اللي كان بيحصل من 150 مليون سنة. بس هل الصورة دي دقيقة 100%؟ في علماء بيقولوا إن الربط بين الجراسي والتنوع الحديث مش دايما بالبساطة دي. فعلا ظهرت الطيور بدائية وثدييات بدائية في الفترة دي، لكن في رأي تاني بيقول إن التطورات الحقيقية جت بعد كده في العصر الطباشيري، أو حتى بعد الانقراض العظيم في نهاية العصر ده. في باحثين شايفين إننا بندي الجراسي حجم أكبر من حجم، وإن كتير من السمات اللي بنشوفها دلوقتي في الكائنات جت نتيجة تطورات لاحقة أكتر منها نتيجة لظروف الجراسي. كمان في شكوك حوالين مدى تأثير البيئة نفسها، هل فعلا المناخ الدافي والغلاف الجوي ساعدوا في التطور، ولا دي كانت مجرد صدفة زمنية واتجاهات التطور كانت ماشية في الطريق ده أصلا؟ في جدل حوالين دور الضغط البيئي مقابل الاحتمال الجيني، يعني هل البيئة فعلا هي اللي بتقود التطور ولا الكائنات هي اللي بتتكيف في أي بيئة كانت؟ يعني باختصار الصورة مش دايما أبيض وأسود، وفي دايما أكتر من طريقة نبص بيها على الماضي. طب هل كل حاجة كانت مستقرة؟ الجراسي ما كانش دايما أخضر ومليان حياة، في لحظات ماتت فيها أنظمة بيئية كاملة واتبدلت فيها خريطة الحياة فجأة. فاكرين الانقراض الكبير اللي أنهى حياة الديناصورات؟ ده حصل في نهاية العصر اللي بعد الجراسي. بس تفتكروا الفترة الجراسية كانت خالية من الكوارث؟ يعني 55 مليون سنة من الرخاء؟ مش بالظبط. مش لازم يكون انقراض كبير علشان يغير الحياة،
الفترة الجراسية ما شافتش انقراض كوكبي ضخم، لكن شافت انقراضات محلية وتحولات بيئية حادة قلبت شكل الحياة في مناطق معينة. أحداث حصلت في وقتها على نطاق محدود، لكن أثرها كانت كبيرة وأدت لاختفاء أنواع وتطور غيرها. في البيئات البحرية التغييرات في مستوى الأكسجين والمغذيات أدت لانهيار شعاب مرجانية في مناطق معينة. وفي المناطق البركانية نشاط الحمى مطلع غازات سامة في الجو والمية علشان يسبب موت جماعي للكائنات البحرية القريبة. وتغييرات مستوى البحر غطت أراضي وكشفت غيرها، واللي سبب نزوح أنواع واختفاء أنواع تانية. زي ما في كائنات اندثرت، في أنواع تانية استغلت الفرصة وقدرت تتوسع وتسيطر. في ديناصورات مفترسة اندثرت، وده فتح المجال لأنواع جديدة إنها تظهر. كائنات بحرية زي الأمونيتات شافت تقلبات حادة في أعدادها حسب المناطق، لكنها قدرت ترجع وتتكيف في كل مرة. واللي حصل في الفترة دي علمنا إن البيئة مش دايما بتتغير فجأة وبعنف، أحيانا التغيير بيبقى في صمت لكن بيأثر على الحياة على المدى البعيد. ودي حاجة نلاحظها حتى النهاردة، انقراضات صغيرة بتحصل حوالينا وإحنا مش دايما بناخد بالنا، واللي جاي بداية النهاية. تعالوا نقرب أكتر من المراحل الأخيرة في الفترة الجراسية ونشوف إزاي حصل تحول كبير في الديناصورات، وإزاي الطيور الأولية بدأت تظهر ملامحها بوضوح. بس خلوا بالكم، الأرض كانت بتحضر لحاجة تانية، حاجة اسمها التباشير، وكل اللي حصل في الجراسي كان مجرد تسخين. بس لحظة، هو إيه اللي كان بيحصل بالظبط؟ وليه كل تفصيلة من الجو للبحار للنباتات للحيوانات كانت بتتغير بالطريقة دي؟ هل الموضوع صدفة ولا في ترتيب أعمق من كده؟ في الفترة الجراسية حصلت تغييرات ضخمة واتنوعت أشكال الحياة واتفتحت المحيطات واتقسمت القارات وطلعت كائنات جديدة واختفت كائنات تانية. بس لو ركزتوا هتلاحظوا إن كل تفصيلة في التغييرات دي كانت وكأنها بتحضر المسرح لحاجة أكبر. ده بياخدنا للسؤال الكبير، هل دي كانت مجرد تطورات طبيعية ولا في حكمة أعمق من كده؟ لما تبصوا على الترتيب الدقيق اللي حصل خلال ملايين السنين، الجو اللي بقى مناسب، النبات اللي طلع في الوقت الصح، المخلوقات اللي اتطورت بطرق محددة، وحتى الهجرات والتوزيع الجغرافي، هتحسوا إن كل ده مش مجرد تفاعل عناصر، لكن نظام دقيق جدا، نظام ماشي بتدبير إلهي حكيم. ربنا سبحانه وتعالى بخلقه مش بس أبدع الأرض والكائنات، لكن كمان رسم مسار الحياة على الأرض بحكمة تفوق الخيال. كل فترة جيولوجية كانت عبارة عن خطوة في خطة متكاملة، كل كائن ظهر أو اختفى كان ليه دور في البازل ده. الفترة الجراسية مثلا كانت أشبه بالبروفا الكبيرة قبل العرض الحقيقي، كانت مرحلة تأسيسية بيحصل فيها التجهيز البيئي والتنوع البيولوجي عشان تستعد الأرض لحاجة ضخمة جاية. فكروا فيها كأنها لوحة فنية ضخمة، وكل ضربة فرشة فيها محسوبة حتى لو احنا مش شايفين الصورة الكاملة لسه. البحر بيتوسع علشان نوصل لمناخ معين، النباتات بتنتشر علشان تحافظ على التوازن، الديناصورات بتتطور علشان تلعب دور معين في دورة الحياة. وده مش كلامي، ده تدبير ربنا. ولو بصيتوا حواليكم دلوقتي هتلاقوا ان حاجات كتيرة من اللي حصلت في الجراسي لسه مأثرة علينا، الشعاب المرجانية اللي اتكونت والغلاف الجوي اللي اتعدل، الغابات اللي انتشرت، وحتى السلاسل الجبلية كلها لسه بتأثر على حياة البشر لحد النهارده. ده غير ان فترة زي دي بتوضح لنا ازاي العلم والدين ممكن يتكاملوا مش يتعارضوا. العلم بيفسر لنا التفاصيل والدين بيفكرنا بالغاية، والغاية كانت ولا زالت اننا نفهم ونتدبر ونتأمل في خلق الله. لكن لحظة، احنا لسه ما كملناش، احنا فعلا شفنا حاجات مدهشة في الفترة الجراسية، لكن لسه ما اتكلمناش بالتفصيل عن النجوم الحقيقية للمسرح ده، الديناصورات، الضخامة والتنوع والصراعات والغرايب. كل ده في الحلقة الجاية هنفتح مع بعض الملف اللي الكل بيستناه، مين كانوا الديناصورات، ازاي عاشوا، وازاي بقوا ملوك الارض. استنونا عشان اللي جاي اقوى بكتير. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفه في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومه او وجهه نظر مختلفه. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش درجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي والحلقتين اللي فاتوا، هتلاقوا الرابط في الوصف. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، بشوفكم في الحلقه الجايه مع فتره جديده ان شاء الله. سلام.